السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اكسبلوسيف يحييكم في ليلة راس العام. كيما قاعدين تشوفوا قام صلي على النبي، والو ما عادش حتى حد يحكي في السياسة. الناس كل كي شد بروفيلات، الناس كل كي حتى الفن. النهضة ما عادش يسبها حتى حد، وصلت للحكم، ما عادش فما كلاش يصير. عباد كل كي جات هيلاري كلينتون قبل في ايامات الثورة قامت القيام ما قعدتش، كيفاش تستضيفها نسمة وكيفاش فيها. ها جاكم الدوبرمان كيما نقول انا، مش ليبرمان، جاكم زاركم لابسين على بي الباجات الثورية والو ما تكلمت. هذا ما يدل على حاجة، كان ما يدل على انه بالرسمي حكاية 1800 باج و 1800 ادمين تجندوا في خدمة النهضة. الحمد لله نوصت روحي على بكري. مبروك عليكم. والا مش مبروك، هي حكايه قديمه عن النفايات النوويه. اما تستغرب كي تونس في بعد الثوره مازال تحب تقعد، ولا الحكومه مازال تحب تجيب لنا لي ديشي نوكليير. حكايه النوكليير حكايه قديمه ماهيش جديده. نقول لكم حاجه بركه، اللي ما عندوش فلوس باش يشري كمامه كيفي انا، راهو باش يصير له كيما يصير في العراق. ما تعرفش عليه عاد شنو نوع الفضلات، مخصبة منظبة يورانيوم منحل، ما تعرفش عليه. انت وزهرك شنو اللي باش تخطف. هاكم قاعدين زاهيين احتفلوا براس العام، اسكروا غنيوا ورد بالكم تحكيوا في النهضة، خاطر النهضة هي حزب الحاكم. ورجعنا لسياسة الحزب الواحد والناس كل كي يحيى الغنوشي ويحيى الجبالي ويحيى المرزوقي. وبارك الله فيكم وشكرا للاستماع، وان شاء الله كما يقولوها ربي بعد عليكم هم النوكليير والمخصب منه والمنظم، وليلتكم زين.